السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في قناتي انا والمطبخ مع شيمو. النهارده هيبقى الفيديو حلو برضو خفيف. اتمنى ان هو يكون خفيف على قلوبكم، يكون حلو تسمعوه للاخر. النهارده الفيديو ما فيهوش طبخ ولا فيه اي حاجه. النهارده هيبقى الفيديو تعريفي او هنتكلم فيه كلام كتير. الكلام ده غرضه ان انتوا تعرفوا ايه اللي انا بعمله وايه اللي بيحصل ومين اصلا اللي انتوا بتتفرجوا عليها. هو أي نعم القناة في ناس كتيرة عارفاني صحابي، وفي ناس كتيرة برضو جدا ما تعرفنيش. فأنا حبيت اللي أنا أطلع يعني أقول حاجة بسيطة عن نفسي، وهتكلم ليه أنا عاملة القناة وإيه الغرض منها. أول حاجة بس اللي ما عملش اشتراك ينزل تحت الفيديو يدوس على كلمة اشتراك، وهيظهر الجرس جنبها يفعل الجرس ويختار كلمة للكل عشان يوصله كل جديد. أول حاجة بقى النهاردة، انا اسمي شيماء. طبعا صحابي اللي على القناة عارفيني كويس جدا، وفي ناس ما تعرفنيش. انا متجوزة، انا اصلا اسكندرانية بس عايشة في القاهرة. الغرض بقى من القناة، او الغرض من اللي انا عاملة قناة ليه، او ايه اللي انا بعمله، او ايه الهدف منها، او الحاجات دي كلها. انا اول حاجة انا مش بشتغل، انا قاعدة في البيت، عندي وقت طويل فاضي، مش ما عنديش عيال. وانا اصلا بحب المطبخ وبحب الطبخ وبحب الجديد دايما، او بحب اعرف وصفات، وبحب اتعلم وصفات. انا يعني كل الحاجات اللي انا بعملها، اي نعم في ناس كتيرة بتعرف تعملها، بس الغرض بصوا يا جماعة، اول حاجة اللي بيكون عامل قناة دي هو ده بيبقى ده شغل، مش ان هو طالع يتسلى ولا هو لا. انا معتبر ان ده شغلي، يعني بعتبر ان انا بشتغل كل يوم، بقوم هشوف هعمل ايه عشان شغلي، مش عشان خاطر بيتي ولا عشان خاطر حياة ولا عشان خاطر انا واحدة بتسلى ولا الكلام ده كله. لا، انا معتبراه شغل، والشغل ده انا واثقة ومتأكدة ان هو هيكون هدف. يعني انا بعمل حاجة عشان اوصل لهدف. ناس كتير عاملة قنوات وما شاء الله يعني خلاص وصلت لهدف ان ده بقى شغلها بقى حياتها. فده نفس الوقت انا مثلا مش يعني ما اردش ربنا ان انا مثلا اشتغل بره ولا اشتغل في مكان ولا وظيفة ولا الكلام ده. فحبيت ان انا اشتغل في حاجة بحبها، والحاجة اللي بحبها دي اللي هو الطبخ. يعني انا بحب الطبخ عموما، انا مش بقوم اطبخ عشان خاطر انا بطبخ في بيتي ولا بعمل اكل بسرعة كده وخلاص، لا انا بحب. فحبيت ان انا اشتغل فيها، فحتة القناة دي بالنسبة لي بقت وظيفة، وباسعى يعني باتمنى اللي هي تكبر، مش تكبر عشان لأ، عشان يبقى ده شغلي ويبقى هي دي حياتي خلاص. أنا حبيت إن أنا أشتغل بس في البيت، بدل ما أشتغل في مكان برّه هاشتغل في البيت، وده اللي أنا باطلبه منكم. بُصّوا أنتم كلكم دلوقتي، الناس كلها بلا استثناء بقى عندها WiFi في البيت، أو حتى اللي ما عندوش WiFi معاه باقة كبيرة في الموبايل. فالناس كلها قاعدة على الموبايلات. ففكرة إن الناس كلها تعمل قنوات دي بقى بحاجات مختلفة، سواء طبخ، سواء تسويق، سواء بيع، سواء أي حاجة. فدي لأن هي بقت الوسيلة المتواصلة ما بين الناس كلها بقت الموبايل والنت. فأنا مش باطلب منكم حاجة مثلًا إن أنا باكلّفكم حاجة، لأ أنتم كده بتفتحوا النت، وبتفتحوا القنوات بتتفرّجوا عليها. فهل كل الناس اللي بتتفرّج على القنوات دي عشان هي مثلًا ما بتعرفش تطبخ؟ لأ. بُصّوا يا جماعة، يعني هابسّطها لكم بطريقة أبسط يعني. أنتِ لمّا بتروحي عند صاحبتِك والّا عند خالتِك والّا عند أي حد، عمتِك، بنت خالتِك، بتاكلي حاجة. بُصّوا، هو كل بيت بيعمل أكل بطريقة غير التانية، كل شخص بيعمل طريقة غير التانية مختلفة. فأكيد أنتِ وعيالِك والّا أنتِ وبيتِك أكيد متعودين على الأكل اللي أنتِ بتعمليه. فبالتالي لمّا بتروحي عند مثلًا معزومة عند أي حد من أهلِك والّا من قرايبِك والّا من صحابِك، بتاكلي عندهم، فأكيد بتحسي إن طعم الأكل مختلف، حتى لو نفس هي الحاجة اللي أنتِ بتعمليها، بس بتحسي إن الطعم مختلف. ليه؟ بيبقى أكيد ليه طريقة مختلفة. فأنا لمّا مثلًا باكل حاجة عند حد والّا من صحابي والّا أهلي والّا كده، بادوق حاجة بتعجبني، أول حاجة باقولها الله دي جميلة، عاملاها إزاي؟ فهو ده رد فعل طبيعي، مش معنى إن الناس ما بتعرفش تطبخ لأ، هو كله بيعرف يطبخ. بس دي أول حاجة، يعني أنا متعودة على أكلي على طول، فلمّا باكل حاجة برّه باحس إن هي مختلفة عن الأكل اللي أنا باعمله، فباسأل يعني أول حد باسأله الله دي جميلة عاملاها إزاي؟
فباعرف الطريقة منها وابتدي اللي أنا أعملها، فلمّا أعملها يبقى الناس اللي في البيت يحسّوا إن في اختلاف عن اللي أنا باعمله على طول، يعني الطريقة بيحسّوا فيها اختلاف عن اللي أنا فبيبقى طعم جديد، لا الله دي حلوة النهارده مختلفة عن اللي إحنا بناكلها. الغرض من الطبخ أو من القناة إن حاجة مختلفة، يعني ممكن يعني طريقة مختلفة عن اللي أنتِ متعودة تعمليها، فبتدّي طعم مختلف، فالإحساس بيبقى إن هي حاجة جديدة مختلفة، مش حتّة إن أنتِ ما تعرفيش تطبخي، لأ. يعني أنا مثلًا دُقت النهارده ملوخية عند صاحبتي، الله دي حلوة، طريقتِك فيها إيه؟ طريقتِك فيها إيه دي أكيد فيها حاجة مختلفة عن اللي أنا باعملها، بدليل إن هي بتطلع طعمها حلو. دي أكيد اتأكدي 100% مش شرط هيقولوا نَفَس ونَفَس حلو مش نَفَس، أنا معاكم اللي في ناس نَفَسها حلو في الأكل وكل ده، بس لازم تحسّي إن هي فيها حتّة يعني حتى لو بتحط مكونات الأول يعني بتقدّم مكون عن التاني، ده بيدّي اختلاف في الأكل، فعلًا دي حقيقة أنا يعني من كتر ما أنا باعمل أكل أنا خلاص عرفت إن لأ، لمّا أحُط الفراخ تتسلق في المَيّة، غير لمّا أدّيها تشويحة وأحُط عليها مَيّة سخنة، فدي حقيقة. فممكن تكون هي مثلًا بتعمل حاجة مختلفة عن اللي أنا باعملها، فبتدّي طعم جديد. فده الغرض من قنوات الطبخ، الناس كلّها بتطبخ والناس كلّها بتعرف تطبخ، بس بقى الواحد خلاص من كتر ما هو زهق من طرق الأكل التقليدية اللي بيعملها، فبيبقى حابب يتعلّم فكرة جديدة، وكلّنا بنتعلّم من بعض، أنا باخش قنوات أتفرّج عليها، باروح عند حد باكل باسأله أنت عامل إيه، مش شرط أنا باعرف أعمل أكل كويس يبقى أنا خلاص ما اسألش حد، لأ، هو كلّه بيتعلّم من بعضه. فما فيهاش حاجة إن أنتم لمّا تتفرّجوا لأ، أنتم لمّا تعملوا بطريقتي ممكن يكون فيها اختلاف عن اللي أنتم متعودين عليها، فهتحسّوا طعم جديد، مش شرط بقى مثلًا شيماء بتطبخ نفس الأكل والّا نفس الأكل اللي إحنا بنعمله، لأ، أكيد هيكون في اختلاف. فده الغرض أول حاجة يعني ده الهدف من القناة، يبقى أنا الغرض من القناة اللي أنا ده باشتغل، ده شغلي، يعني أنا حاطة في اعتقادي إن ده شغلي أنا باشتغله، بس باشتغله في بيتي، في مطبخي. وحابة إن شاء الله إن أنا أوصل للهدف اللي أنا عايزاه، إن أنا قناتي تتعرف، إن أنا أتواصل مع ناس، إن أنا يكون في تجاوب مع ناس، إن أنا أكيد كل ده هتحسي إن أنتِ بتشتغلي، إن أنتِ بتعملي حاجة في بيتِك وأنتِ قاعدة، حتى لو أنتِ مثلًا ما عندكيش مثلًا أنا يعني لو عندي ولاد هاربّي ولادي، هاقول لأ أنا مش فاضية، رغم إن في ناس كتيرة عاملة قنوات وهي وولادها، بس بتحاول توفّق ما بين ده وده، الشغل مش عيب، أنتِ بتشتغلي في بيتِك وبتعملي حاجات بيتِك، يعني مش بتعملي حاجة في حتة. فاللي عايز يعمل أي حاجة أو اللي عايز يوصل بيعملها وهو قاعد في مكانه، بس فده اللي أنا عايزة أوصله لكم، اللي أنا حبيت إن أنا أشتغل وأنا قاعدة في البيت، أنا حابة اللي أنا أوصل، فأتمنى إن أنتم كل الناس في ناس كتيرة جدًا بتتفرج على الفيديوهات، يعني ليه ما بتعملوش لايك؟ يعني اللايك مش هتخسركم حاجة، بل بالعكس أنتم طالما اتفرجتوا فأنتم كده بتساعدوني، فكملوا بقى المساعدة اعملوا لايك، لأن اللايك دي هي اللي هتعرّف القناة للناس أكتر، هي اللي هتعرّفني أكتر، هي اللي هتخلّي القناة متشافة أكتر. بس يعني هي دي الفكرة، مش فكرة إن أنا باطلب منكم حاجة مثلًا هتتعبوا فيها والّا هتدفعوا فيها فلوس، لأ أنتم كده بتتفرّجوا وبتفتحوا الفيديو، فمجرّد ما بتفتحوا الفيديو خلاص اعملوا لايك، اللي مش عارف يشترك يخش من على اليوتيوب يبحث عن القناة ويعمل لها اشتراك، يعني حاجات بسيطة بس مش أنتم برضه يعني إن أنتم مش قادرين توصلوا له، إن أنا ماشي أنا باطبخ في بيتي وباعمل كل حاجة، بس التصوير واللي أنا باحاول إن أنا أجمّع لكم المكونات والحاجات دي كلّها، برضه أكيد بتاخد منّي مجهود وباتعب فيها، فأتمنى إن أنا زي ما باتعب إن أنتم بتتفرّجوا على فيديو يكون مثلًا كامل ومتضبّط فيه كل حاجة وما فيش حاجة مش يعني بتضايقكم فيه، فإن أنتم تعملوا حتى أبسط حاجة، أنتِ لمّا حد بيعمل لِك كوباية شاي وبيقدّمها لك بتقول له شكرًا، فدي أبسط حاجة، اللايك إن أنتم يعني إنها شكرًا إن أنتم اتفرّجتوا على فيديو ما فيهوش أي حاجة ضايقتكم، بل بالعكس عرفتوا معلومة، عرفتوا حاجة، ما عرفتوش اتفرّجتوا بس لمجرّد وقت كده يعني اتسلّيتوا فيه، إحنا كُلّنا بنفضل قاعدين زهقانين ماسكين الموبايل بنتفرّج عشان نضيّع الوقت، فعادي أنا أهو أكنّي أنا سلّيتكم في وقت، فلازم اللايك دي يا جماعة عشان بجد أنا الفيديوهات دي باتعب فيها وأتمنى اللي أنا زي ما قُلت لكم اللي أنا مقدّرة إن ده شغلي، فأنا شغلي باتعب فيه، فلازم يكون في رَد فعل ليه أكتر. دي حاجة، تاني حاجة إن أنا
أنا مش بارضى أصور لكم، أنا أكيد اليوم عندي في حاجات كتيرة، اليوم فيه روتينات، يعني باروّق بيتي، باغسل، باخرج، باشتري حاجات، أنا باحاول على قد ما أقدر إن أنا أصور لكم وصفة أكل، باصور لكم حاجة مثلًا وأنا برّه، رُحت mall بتتفرجوا على الحاجات معايا، الكلام ده كله. لكن أنا الغرض إن أنا بجد أنا مش طالعة إن أنا كاستعراض ليومي ولا الكلام ده كله، لأ، بس أنا فعلًا أنا واخدة الموضوع كشغل، حتى بعد كده لو عملت لكم مثلًا روتينات لترويق، لتنضيف حاجة، لكده، دي بابقى حابة زي ما أنا مثلًا اتعلمت حاجة والّا عرفت معلومة، باتمنى إن أنا الناس كلها تعرفها، دي أنا باعرّف الناس من غير فلوس، يعني أنا مش أنا زي ما باتعلم مثلًا واحدة صاحبتي والّا حد من أهلي والّا أنا عرفت معلومة فبابقى حابة الناس كلّها تعرفها، مش شرط بقى إن أنا باستعرض بيها ولا الكلام ده كلّه، لأ، أنا بابقى زي ما أنا اتعلّمت بابقى حابة الناس كلّها تتعلّم، وفي فعلًا ناس كتيرة أنا قابلتها والله يا جماعة في ناس كتيرة ما بتعرفش تعمل مكرونة، ما بتعرفش تعمل رُز، ده مش عيب، واحدة مثلًا عمرها ما دخلت مطبخ، واحدة طول عمرها مثلًا بتشتغل، واحدة لسه متجوزة أول حاجة بتلجأ لها النت، يعني اليوتيوب، دلوقتي أي واحدة مننا لمّا ما بتعرفش وصفة والّا ما بتعرفش حاجة، أول حاجة بتلجأ لها الموبايل بتاعها وبتفتحه وتطلّع أي طريقة هي عايزاها، دي حقيقة مش شرط كل الناس عارفة تطبخ، مش شرط كل الناس عارفة إزاي تعمل الحاجة. أنا باتمنى إن أنا يعني أعمل لكم زي القنوات التانية، إن أنا لمّا آجي أنضّف مثلًا أنا ليّا طريقة تنضيف في البيت، ليّا طريقة تنضيف المطبخ، طريقة تنضيف حاجات، فأنا أتمنى إن أنا أعمل معاكم كل ده، بس أتمنى يكون في دعم منكم شوية، يعني أنا باحاول أعمل طبخات وكده أقول أهي معرفة للناس وكده، بس أنتم لو يعني زي ما أنا باتعب لو أنتم اتواصلتوا معايا أنا هازيد أكتر وهاعمل لكم حاجات أكتر. دي حاجة، تاني حاجة أنا حابة برضه أتكلم في الفيديو إن كل سنة وأنتم طيبين طبعًا الشهور دي ال3 شهور رجب، شعبان، رمضان طبعًا دول أفضل الشهور وأحسنهم، أنا حابة اللي أنا أتكلم فيهم، أنا طبعًا إحنا إن شاء الله يعني بدأنا صيام اتنين وخميس، أتمنى الناس كلها اللي حابب طبعًا الصيام اللي يقدر على الصيام يبتدي يصوم، اللي مش قادر على الصيام يحاول يلتزم في الصلاة يا جماعة، الصلاة يعني في الشهور دي الصلاة والدعاء بيبقى مقبول جدًا، فأتمنى إن أنتم تصلّوا وتدعوا ربنا دايمًا وتبتدوا بقى الشهور دي إن أنتم مثلًا اللي متعوّد ينضّف البيت قبل رمضان ينضّف، يتعوّد يخلّص اللي وراه، لإن يعني الشهور دي بتبقى محتاجة أكتر اللي أنتم تشوفوا الفروض اللي عليكم، وإن أنتم تقرّبوا لربنا أكتر، إحنا أكيد في كل الأوقات متقرّبين لربنا، بس الشهور دي بيبقى الحسنة بأضعافها كتير يعني، فأتمنى إن أنتم تشوفوا إيه اللي وراكم وتلحقوا إن أنتم تخلّصوه في الأيام دي، عشان رمضان تبقوا متفرّغين الصيام والصلاة، ممكن في رمضان بيبقى زايد أكتر الصلاة، التراويح والصلوات والصيام وكده، ففي ناس ما بيبقاش عندها جهد كتير، فأنتم استغلّوا الأيام دي إن أنتم تبتدوا تنضّفوا بيوتكم وتشوفوا إيه اللي وراكم. بُصّوا الخضار طبعًا يعني النقطة دي اتكلّمت فيها وهاتكلّم فيها تاني، الخضار بيبقى في الشتا كتير ورخيص، فالحقوا يعني في رمضان على رمضان أكيد هيغلى، وفي ناس كتيرة ما بتحبّش التفريزات، بس الحاجات دي بقت أمر ضروري، يعني ما فيش حد دلوقتي بقى ولا عنده الجهد ولا عنده المادية إن هو يجيب الحاجة كل يوم، فلازم إن أنتم تدوّروا على التوفيرات شوية، تبتدوا الطماطم مثلًا رخيصة، تبتدوا تجيبوا من الطماطم وتفرّزوا منها، أكيد دي مش هتتأثّر مش هتغيّر طعم، الخضار والله لو اتفرَز بطريقة كويسة واتقفل كويس، الخضار بيقعد ممكن سَنة في الفريزر، إحنا مش هنخلّيه سَنة، إحنا هنخلّيه أهو شهر مثلًا والّا شهر ونُص، فابتدوا هاتوا الحاجات الرخيصة ابتدوا هاتوها وفرّزوها، ابتدوا حضّروا لنفسكم الأكلات، كل ما بيكون معاكم فلوس برضه دي فكرة أنا حبّيت اللي أنا أتكلّم فيها، لإن بدل ما تيجي مثلًا خلاص رمضان جاي وعايزة أنزل أشتري الحاجة كلّها مرّة واحدة، هو مش هو رمضان عادي شهر زي الشهور كلّها، بس إحنا كبيوت مصرية كعادات وتقاليد اتعودنا إن إحنا في رمضان بيبقى مثلًا أكل زايد شوية، أكل مخصوص عشان صايمين، لأ تعبانين، لأ في ضيوف، لأ في عزايم، في الكلام ده، فحاولوا إن أنتم دلوقتي أي فلوس تتوفر معاكم تبتدوا تجيبوا بيها خزين وتركنوه في البيت، أنا مثلًا معايا 50 جنيه أنزل أجيب بيها مكرونة، معايا 50 جنيه أنزل أجيب بيها رز، أنزل أجيب بيها زيت، الحاجات اللي هي في نفس الوقت مش هتخسّر وهتقعد معاكم.
أبتدي مثلًا إن أنا لو أنا عندي مكان في freezer والّا deep freezer إن أنا أعمل معجنات زي ما قُلت لكم هتنفع. أبتدي أجيب الفول، أبتدي أجيب حاجات أدمّسها في البيت، مش شرط كل حاجة تشتروها من برّه، بجد هو الفول ماشي في أماكن، يعني في إسكندرية عندنا الأماكن فيه كتيرة بيبقى الفول رخيص واتعودوا إن هم يشتروه يوم بيومه، بس أنا هنا مثلًا في القاهرة أنا عايشة في مكان ما فيهوش الفول، صعب إن أنا أجيبه يوم بيومه، وأقل علبة فول عشان أجيبها سواء الفول المُعلّب ب7 جنيه أو الفول العلب يعني الصغيّرة ب5 جنيه يا دوبك على قد اليوم، وإحنا طبعًا زي ما متعودين طول ما إحنا صايمين، متعودين عادات وتقاليد إن إحنا ناكل فول مثلًا، ليه ما أجيبش نُص كيلو ب12 جنيه وهادمّسه مش بياخد أي مجهود ولا أي حاجة، وهاعمله أكياس وأشيله في الفريزر وكل ما يخلص هاعمل غيره. الطعمية أو الفلافل، دي ما فيش أسهل منها زي ما أنا قُلت لكم في أماكن كتير متوفّر الحاجات دي ورخيصة، لكن أنا مثلًا في مكان أنا الحاجات دي كلّها صعب إن أنا أجيبها على طول كل يوم، يعني صعب إن أنا أجيبها كل يوم، وفي نفس الوقت هتكلّفني مبلغ، فليه أنا ما أعملهاش؟ فاللي يقدر يعني يعمل حاجة ويوفّر فيها، يبتدي يعمل فيها، التوفير مش شرط للي معاهوش لأ، حتى اللي معاه التوفير مش عيب ومطلوب في جميع الأوقات، يعني أنتِ لمّا بتوفّري مجهود وبتوفّري صحة وبتوفّري فلوس وبتوفّري حاجات كتيرة. بتتعبي ساعة بس بعديها بتوفّري، أنا طول رمضان خلاص بيبقى عندي كل حاجة جاهزة في الفريزر، باطلّع أحُط على بعضه خلاص يبقى الأكل جاهز، يبقى أنا ما تعبتش ولا مجهود ولا وقت، لإن أنا محتاجة كل وقت أنا مثلًا باقرا في المصحف، باصلّي، بادعي، فمحتاجة وقت كبير للطاعات أكتر من المطبخ، فأنا بابتدي إن أنا أجهّز الحاجات دي كلّها في شعبان، في رجب، الحاجات اللي باقدر أعملها باعملها، ما باستناش فيها. وخصوصًا إن المجهود بيبقى موجود لسه قبل الصيام، يعني الصيام مجهود الصلاة والسهر والكلام ده كله ما بيبقاش فيه حيل إن أنتِ تعملي بتحاولي على قد ما تقدري تخلّصي الأكل بسرعة وتطلعي ترتاحي، لأ أنا ممكن أوفّر المجهود ده، الأكل أنا خلاص بابقى مجهّزة كل حاجة، باخش بعد صلاة العصر باحط الحاجة اللي هتتحط في الفرن، باجهّز الحاجة، ما بتاخدش وقت منّي، وبافضل طول اليوم عندي أصلّي و وإن أنا باقرا في المصحف أو إن أنا أشوف ورايا إيه، باخلّص مثلًا الفطار، باصلّي التراويح، ما بيبقاش ورايا حاجة، لإن ما بابقاش مستعجلة على حاجة عايزة أجهّزها، لأ أنا مجهّزة كل حاجة، فباصلّي براحتي، باروح المسجد أصلّي، ما بيبقاش ورايا حاجة. فالغرض من الكلام بتاعي النهارده والله يا جماعة أنا بجد أنا ده شغل، أنا مش طالعة زهقانة ولا باضيّع وقتي لأ، أنا معتقدة إن ده شغلي، فأتمنى إن أنتم تساعدوني فيه، أنا زي ما أنا باتعب وباحاول إن أنا أصوّر لكم، وإن أنا أي معلومة جديدة أنا باعرفها باقولها لكم، أو حتى أنا عارفاها ممكن غيري ما يعرفهاش، فباحاول إن أنا أوصّلها له، وده مش عيب يعني. أتمنى إن أنتم تقدّروا كده كويس، وأنا عارفة إن في ناس كتيرة مقدّرة، وفي ناس كتيرة بتشوف وما بتركّزش يعني، فأتمنى إن أنتم تركّزوا شوية معايا، إن أنتم تدعموني شوية بجد، لإن أنا محتاجة الدعم الفترة دي كتير، ومحتاجة إن أنتم توصّلوا الفيديوهات لأكبر عدد ممكن، عشان القناة تفضل زي ما هي، و وبمناسبة الشهور دي تاني أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، وأنا هابتدي إن شاء الله هابتدي يعني هاعمل كل الحاجات اللي هاعملها خلال الشهرين دول أو الشهر ونُص دول، هابتدي أصور لكم كل حاجة معايا عشان تعرفوا، واللي لسه ما بدأش يتحرك يبتدي يتحرك، لإن بجد الشهور دي مش بتتكرر في السنة غير مرة واحدة، وبس بالعكس يعني أنا كل سنة يعني رجب، شعبان، رمضان باقول يعني يا عالِم إن أنا أعيش للسنة الجاية لرجب والّا شعبان والّا رمضان تاني، فاستغلّوا الفرصة، يعني استغلّوا الفرصة بجد، مش شرط الناس اللي مش متقرّبة لربنا والناس اللي مش بتصلّي، الناس اللي مش بتصوم، في السنة كلّها ما تقولش هو أنا يعني هو الشهر ده لأ، الشهر ده هيفرق كتير، الشهر ده ممكن يعوّضك عن سنة كاملة راحت إن أنتِ ما عملتيش فيها أي حاجة، إن ربنا يستجاب منّك فيها يعني، ابدأوا اتحرّكوا ما تفضلوش مكانكم، آآ ابدأوا اتحرّكوا في كل حاجة، اللي حابب يعمل، اللي حابب يشتغل، اللي حابب يغيّر من حياته، اللي حابب يبقى في هدف في حياته عايز يوصل له، ما فيش حد يقف يتفرّج ويستنى ويقول لأ أنا لسه لأ، اوصلوا اعملوا أي حاجة اللي أنتم شايفين إن أنتم ممكن تلاقوا نفسكم فيه اعملوه، يعني ما تستنوش وما تترددوش ثانية،
اللي حابب والله فكرة القناة بجد فعلًا كشغل هي يعني مسلية وبتضيّع وقت، وفي نفس الوقت بتحسي إن أنتِ في هدف في حياتِك، فاللي حابب يعمل قناة يعمل قناة، ما تقولش لأ يا عالِم أنا يعني الناس هتشوفني والّا مش هتشوفني، الناس بتشوف كل حاجة. وناس أبسط ما يكون عاملين قنوات، والقنوات بقت كتيرة جدًا، بس كلّه بيتشاف، كل واحد بيتعب أكيد ربنا بيجازيه على قد تعبه، فاللي واخد الموضوع إن هو كشغل، وإن هو مش تسلية وخلاص بالناس والّا بالناس اللي بتتفرج عليه، أكيد ربنا هيكافئه، وده اللي أنا باعمله، أنا باعمل وهو أكيد ربنا اللي بيكافئ يعني أكتر من أي حد، فأنا خلاص اعتقدت إن أنا ده خلاص أنا ده شغل وهاشتغله وهاكمّل فيه، فأتمنى لكل الناس تعمل كده، يعني اللي عنده هدف يعمله وما يستناش ويقول لأ أصلي دي مش هاوصل، لأ مش هاعمل، لأ بلاش الحياة اللي بلا هدف دي، يعني لمّا يكون في هدف في الحياة بيبقى حلو إن أنت حاسس إن أنت بتعمل حاجة في حياتك دي برضه حلوة فأتمنى إن كله يسمع الفيديو النهارده لآخره، وأتمنى لكل اللي يخش الفيديوهات مش يتفرج على حتة ويفضل يجري الفيديو، لأ اتفرجوا على الفيديو للآخر، واعملوا لايك، واللي ما اشتركش يشترك، وحاولوا إن انتوا تاخدوا الفيديوهات تشيروها عندكم عشان صحابكم يشوفوها، يعني مش شرط إن يعني انتِ تعرفيني أنا بس، لكن أكيد صحابك والناس اللي عندِك كلهم يعرفوكِ انتِ، فلما تنزلي يعني حاولوا إن انتوا تساعدوني شوية، وأكيد اللي بيساعد يعني هيلاقي اللي يساعده، فأتمنى إن انتم كلكم تكونوا هدف لبعض، إن كله يساعد بعضه، لإن الدنيا مش مستاهلة أي حاجة، يعني كل اللي يقدر يعمل حاجة يعملها، أنا أقدر أساعد حد في حاجة أكيد مش هاتردد ثانية، واللي يقدر يعمل حاجة برضه منكم لأي حد ما يترددش ثانية بجد إن هو يساعده أو يعمل خير، لإن هي الدنيا مش مستاهلة وأديكم شايفين الدنيا ما بقاش في أسرع منها يعني، فأتمنى إن أنتم تعملوا الخير قبل ما تفكروا ده عمل فينا شر، يعني خليكم أنتم سبقوا بالخير دايمًا. فأنا كنت النهارده هاعمل لكم الفيديو لايف عشان يكون في تجاوب مثلًا أي حد يخش يتكلم معايا على طول، بس حبيت إن أنا أخش أتكلم معاكم الأول كده، وأكيد هيبقى في فيديوهات كتيرة إن شاء الله بعد كده، حتى ممكن أعملها لكم لايف بحيث إن اللي عايز يتواصل معايا أو يقول لي أي حاجة، أنا ما بازعلش من أي حاجة، اللي حابب يقول لي حاجة، اللي شايف فيه حاجة أنا عايزني أعدلها، اللي شايف فيه أي حاجة أنا مش باعملها حلوة يقول لي، أنا ما بازعلش من الانتقاد أكيد ممكن انتوا تكونوا شايفين اخطر مني، فاللي شايف حاجة يقولها لي و... وادينا كلنا زي ما قلت لكم بنتعلم من بعض وبنساعد بعض، فأتمنى يكون محتوى كلامي كله عجبكم، ومحتوى القناة وعرفتوا الهدف منها ايه يكون عجبكم، عشان انا فعلا بجد انا محتاجة كتير الناس تدعمني، واتمنى ان يبقى كلكم سبب دعم لبعض يعني فأتمنى يكون الفيديو عجبكم، واستنوا الفيديو الجاي إن شاء الله أكيد هيبقى فيه حاجات كويسة كتير، واللي هقول لكم تاني اللي ما عملش اشتراك يعمل اشتراك ويأكد على الاشتراك كويس، واعملوا شير للفيديوهات كلها عندكم في صفحاتكم عشان توصل لأكبر عدد. استنوا الفيديو الجاي، مع السلامة.